بحضور وفد رسمي يترأسه عامل الإقليم تم افتتاح نسخة 2024 من مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة بنسخته الثالثة تحت شعار سيدي إفني تاريخ عريق حاضر مشرق ومستقبل تنموي رائد. وجرى انطلاق فعاليات هذه التظاهرة المنظمة بشراكة مع مجلس جهة إقليميم ودنون والمجلسين الإقليمي والجماعي لسيدي إفني وجمعية إفني مبادرات، تظاهرة تتزامن مع تخليد الذكرى 25 لعيد العرش المجيد والذكرى 55 لاسترجاع سيدي إفني لكنف الوطن. اليوم الافتتاحي لمهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة، النسخة الثالثة ديالو، البداية ديالو إن شاء الله اليوم وسينتهي يوم 27 من هذا الشهر ان شاء الله. مهرجان اللي كنحيوه دائما كل صيف من كل سنه مع شركاء ديال كتنظموا جمعيه إفني مبادرات بشراكه مع جماعه سيدي إفني وجهه إقليميم ودنون والمجلس الاقليمي لسيدي إفني وعماله اقليم سيدي إفني وولايه إقليميم ودنون. هذا المهرجان اللي كيعرف الحمد لله واحد النجاح كبير في النسخ السابقة. على سبيل المثال النسخة السابقة كانت تقريبا واحد 160 ألف زائر في ظرف 10 أيام. نتمنى إن شاء الله هاد السنة هذه تكون إن شاء الله زيادة في الزوار إن شاء الله. اليوم الافتتاح الفعلي لمهرجان الثقافة والفن والرياضة بمدينة سيدي إفني النسخة 2024. اليوم تميز الافتتاح بافتتاح فن التبوريضة والهجن، وكذلك افتتاح المعارض، معارض الفلاحي ومعارض الصناعة التقليدية. اليوم هو الافتتاح الفعلي لأيام المهرجان، مهرجان الثقافي والفني والرياضي لمدينة سيدي إفني. تميز هذه السنة بهذه النسخة يعني بالنسبة للشق الاجتماعي وخاصة الحملات الطبية والإعذار وكل ما هو اجتماعي، كذلك الأنشطة الموازية، أنشطة رياضية، وكذلك ندوات في ثقافية، وخاصة ندوة استرجاع مدينة سيدي إفني للوطن الأم، وكذلك ندوة أخرى استشارية للفلاحين. كما يعكس برنامج هذه الفعاليات فهو غني ومتعدد، تعكسها الفقرات الممتدة على 7 أيام، تختتم ب4 أيام أخرى بالنسبة للقافلة الطبية. كما قلت فعاليات تستقبلها المنصة الكبرى لسهرات كبرى تستحضر وتستضيف ألمع نجوم الأغنية المغربية بمختلف تلاوينها وفسيفسائها العربية والأمازيغية والشبابية أيضا، من خلال تنظيم مسابقات على الشاطئ، مسابقات الفروسية، ألعاب الفروسية أيضا. كما ستعرف هذه الفعاليات تنظيم ندوة فكرية بموازاة الاحتفال بالذكرى 55 لاسترجاع مدينة سيدي إفني إلى كنف الوطن الأم. يروم المهرجان المساهمة في الإقلاع التنموي بمدينة سيدي إفني والتعريف بالمنتجات المجالية على مستوى الفلاحة والصناعة التقليدية التي تزخر بها المنطقة. تميز انطلاق دورة هذه السنة بافتتاح معرض يضم فضاءات للمنتجات المجالية والفلاحية وآخر للصناعة التقليدية، معارض تروم بالأساس التعريف بالمنتجات والخبرات المحلية وتعزيز تسويق منتجات التعاونيات وتحسين دخل الفاعلين في القطاع. يتكون فضاء المنتجات الفلاحية المقام على مساحة 1500 متر مربع من 80 عارضا يمثلون تنظيمات مهنية من أقاليم جهة إقليميم ودنون، العيون الساقية الحمراء، جهة سوسماسة ومراكش آسفي والداخلة وادي الذهب، بني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة ودرعة تفيلات، والتي تعرض أروقتها منتجات مختلفة من بينها على الخصوص أرغان ومشتقاته، العسل، الكسكس بأنواعه، الزعفران وزيوت طبيعية للتجميل وغيرها من المنتجات التجميلية. على هامش مهرجان سيدي إفني تنظم قطاع الفلاحة ينظم هذا المعرض اللي كيعرض واحد العدد ديال المنتوجات المجاليه مختلطه، فيها العسل، فيها الصبار، فيها الارغان،
فيها يعني المنتوجات، جميع المنتوجات المجاليه، ومن مشاركين من 8 ديال الجهات. الهدف وهو يعني تبادل التجارب، الخبرات، التسويق ديال المنتوجات ديال هاد العارضين هذا. وهذا فرصه عاوتاني للتعريف بهذه المنطقه التي تزخر بمؤهلات وبمنتوجات فلاحيه ذات اصل حيواني ونباتي. بفضاء الصناعة التقليدية يعرض حوالي 66 مشاركا يمثلون تعاونيات وجمعيات تنشط في شتى المجالات الحرفية. منتجات متنوعة منها النقش على الخشب، الخياطة التقليدية، الطرز والخرازة، وصياغة الحلية الفضية. نظرا لكل غرفة تعودت كل مرة كدير معرض في أحد الأقاليم الأربع. اليوم النوبة في إقليم إفني، وهانتم كتشوفوا بأن المعرض فيه مجموعة مختلف الحرف اللي كاينة اللي كتهم الصناعة التقليدية في هذا المعرض، إضافة له هو واحد النوع من الإشهار والاستثمار ديال الحرفيين اللي كيعرضوا فيه معروضاتهم مرة في السنة في كل إقليم أحد الأقاليم الأربع، وبالتالي هو متنفس للعارضين والسواح والزوار كيعرفوا المنتوج ديال الحرفيين. وبالتالي هنا كيكون واحد التواصل ما بين تواصل اقتصادي واجتماعي ما بين الحرفيين والمتلقي والمشاهد، وبالتالي هو فيه جانب اقتصادي وفيه جانب ترويجي للحرفيين. جمهور مهرجان سيدي إفني للثقافة والفن والرياضة في نسخته الحالية عرف افتتاحه إدراج رقصات فولكلورية متمثلة أساساً في القدرة كتراث ودنوني بدوي حساني يعتمد على دق الإيقاع المرتجل وفق نسق فني جمع بين التصفيق القوي للقدارة وإيقاع آلة القدرة داخل موال ينشده المنشدون ويتغنون فيه بجميع مناحي الحياة بقصائد ومواويل يتعالى فيها التصفيق والصيحات التي تعتبر جزءاً مهماً من الملحمة ويرتبط بشكل كبير بالإيقاع والرقصة. القدرة هي عبارة عنها من الطين ومربوطة جلد الماعز، وهي تراث له البوادي كان في الزمان الماضي، ومتشبث به احنا هذا الناس اللي هما تشوف فيهم متشبثين به انه تراث اصيلي ومحتفظين عليه، ان نخلوه لاجيال اخرين. القدرة جينا مشاركين ان شاء الله فيها في الافتتاح المهرجان اللي هو احنا في حاجه ماسه ليه، على ان لابد نشاركوا فيه، ومن يتصلوا بين الاخوان على ان باش نشاركوا فرحنا اكثر من القياس، وجينا نشاركوا انت احسنتوا، وجينا حتى حنا نودوا حتى دور اللي هو ديال القدره. الحمد لله كل واحد عنده موسيقى وكل واحد عنده تراثه ديالو، كل واحد عنده شيء، ولكن نتبدلوا في الثقافه. انسان عنده القدره والانسان عنده الطبل، وهذا اللي عنده الجيتار وهذا كذا، وحنا الحمد لله عندنا القدره. جيت مع فرقه القدره مشاركين في مهرجان إفني في الافتتاح، ورانا فرحانين قباله بحفوات الاستقبال، وان شاء الله نتمنى تكون السهره زوينه ونمتعوكم وتستانسوا معنا قباله. سيدي إفني كحاضرة قبائل أيت بعمران، مهرجانها يحتفي بتراث العواد كتراث فني بعمراني يتتميز رقصة العواد بالانضباط في الإيقاع واللباس واحترافية في الحركات وانسجام تام مع استخدام العواد.
لتعبر الرقصة عن زمن توالي الشهور التي يمارس فيها الإنسان أشغاله. وهكذا يعبر هذا الفن عن أشكال الحياة الاجتماعية لساكنة قبائل أيت بعمران ومحبي هذا التراث الأمازيغي الذي يحظى بأهمية وعناية من طرف المشرفين على الشأن الثقافي بإقليم سيدي إفني. المهرجان مزيان، الله يسخر، ديما كنجيو ليه، ولكن هذا العام اول مره مشاركه فيه الفرقه ديالنا. وجينا هنا وعجبنا الحال هذا المهرجان، اول مره جينا ونتمناو ان شاء الله خطره اخرى باش نجيوه، وتنشكرهم على الاستقبال وتنشكرهم على التنظيم، وهذا الحمد لله هانا لنا ولجميع المغاربه.